عارية والضيف مرتحل والعارية مؤدات. أنا يوم من الأيام استأجرنا سيارة، فذول أطفالي الصغار يحبون هاي السيارات الماستانج، ماكو هذه الكونفرتبل وكذا، كيفوا فرحة وشافوا سيارة، يلا بابا طلعنا وفرنا وهذا. فبعد ما فريتهم وكذا واحد منهم قال بابا كان وي كيب ات؟ قلت له لا والله هاي رنتل كار، بكرة راح نروح نرجعها. قال اوه نو بليز. احنا هالشكل في الدنيا حقيقة، احنا في الدنيا كل شيء اللي بيدنا لازم نرجعه بكرة، كله رنتل كله عارية. فلازم قلبنا نستفيد منه. أنا ما أقول خلي بيوتنا أجمل البيوت، سياراتنا أحسن السيارات، أثاثنا، لكن قلبنا لا يلتصق بها. قلبنا، هذا الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. مو معناته أن المؤمن يقعد لي في كوخ صغير وبيته وسخ ومبهذل، لا، خليه يقعد. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا، هاي الله خالقها إلكم. لكن الفرق أنه قلبي ما لازم يلتصق فيها، مستعد أن أودعها. إذا يقول لي يلا مصطفى اترك، لازم تروح. فالذي يلتصق بالدنيا كان أشد لحسرته عند خروجها، تبين الحسرة، الألم يبين. أنتوا تدرون إخواني ذاك اليوم إحصائية ظهرت في أمريكا ونشرتها قناة CNN وأنا قرأتها، حتى سجلت تاريخ نشر هاي الدراسة. من هي أكثر الشعوب في العالم عرضة للكآبة والقلق في كل الكرة الأرضية؟ الشعب الأمريكي. الشعب الأمريكي. هاي دراسة روحوا شوفوها على CNN، روحوا سووا جوجل تطلع لكم. أكثر الشعوب susceptible عرضة للكآبة هو للإصابة بمرض الكآبة هو الشعب الأمريكي. روحوا شوفوها. زين ليش ناقصهم؟ شنو ناقصهم الشعب الأمريكي؟ شنو ناقصنا؟ كهرباء ما عندنا، فنادق حلوة ما عندنا، أثاث ما عندنا، هذا تارجت مو يمنا هنا. زين أكل وشرب وملابس وكل شيء أكو بأمريكا. في شيء ما موجود من جامعات، من معاهد، من مستشفيات، من أدوية، من تكنولوجيا، كل شيء عندنا، كل شيء اللي يخطر وما يخطر على بال الإنسان موجود. لكن شيء واحد ما موجود، العلاقة مع الله مقطوعة. عندما تنقطع العلاقة مع الله، لذلك في الولايات المتحدة بالسنة الواحدة 1,000,000 إنسان يقدم على الانتحار. 1,000,000. مو كلهم طبعا يموتون، لا. أنا ذاك اليوم قبل أسبوع اتصلت بي امرأة، وإن شاء الله ما تفهم الحديث لأن بالعربي وهي مو عربية. اتصلت سيد الحق كذا بليز. شنو؟ ابني انتحر. لا إله إلا الله. هذا ابنها مرات أنا أشوفه جاي المسجد مثلا، راكب السيارة مالت أمه، جاي ماخذ المفتاح وماشي بسرعة وداخل بالحائط. حتى بعثت لي الصورة، بعثت لي حقيقة صورة، بس الحمد لله الله نجاه، لأن أمه مؤمنة حقيقة، أمه إنسانة طيبة، تساعد الناس، تغيث الملهوفين والمضطرين. يعني أنا من شفت الصورة بديت أرجف، هاي شلون الله نجاه. 1,000,000 إنسان يقدمون على الانتحار لأن العلاقة مع الله مبتورة ومقطوعة وضعيفة، لأنه همهم في الدنيا، التصاقهم بالدنيا. يشوف نجاحه إذا صارت عنده تقدم دنيوي فهو ناجح، يحسب مقياس النجاح والخسارة. اليوم في أمريكا شلون يعرفون أنت إنسان ناجح؟ يسألك أنت في أي زب كود تعيش، يقول له هذا الزب طيب هاي منطقة راقية، this is upscale town وكذا، بيتك يسوى له كذا مثلا، وظيفتك كذا، شهادتك كذا، سيارتك الموديل مالت سيارتك. يقاس النجاح بهالأمور. لكن هل هي هاي مقاييس النجاح عند الله؟ الله يسألنا عن لبسنا، أنت ايش تلبس؟ يقيسنا على لبسنا وعلى الزب كود مالت بيتنا وعلى سيارتي وعلى، ما يقيسنا على. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والله ذاك اليوم قال لي واحد بريست كاثوليكي في مؤتمر، اجى قال لي مصطفى انتم عندكم احلى آية في كتابكم ما موجودة، حتى عندنا ما موجودة. قلت له اي آية؟ قال هذه: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هذا مسيحي يقول لي لو احنا نعمل بها بامريكا نصير انجح واسلم واسعد امه على وجه الارض بهالايه فقط، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. لانه مقطوعين عن الله،
الإنسان عندما ينقطع عن الله يصير عنده كآبة. قلت أنا ذاك اليوم بالصلاة البارحة إحصائية في اللوس أنجلس تايمز العام الماضي 2013 ظهرت أن 83% من الشعب الأمريكي they don't enjoy a good sleep. 83%. أحسنت، يعيشون على المهدئات والمسكنات على 83. هذا رقم مذهل، هذا رقم مذهل. 83 مليون، 83%، يعني تقريبا 200. إذا الشعب الأمريكي الآن 310 ملايين، احسبوا منو الجيد بالحساب الرياضيات. 83% يعني 235 مليون، يعني هاي رقم مذهل بسبب الكآبة.